تعالوا بقى مع بعضينا نعمل احلى غدوة سريعة باقل من نص كيلو مفروم. هنعمل صينية كفتة داود باشا بطريقة سهلة جدا واقتصادية، وفي نفس الوقت مش هتاخد وقت مننا خالص. يلا بينا نشوف الطريقة. بس اول مرة تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا. اول حاجة هنعمل الكفتة، وهستخدم هنا باقل من المفروم، يعني مقدار المفروم كان 300 جرام معايا، وكوباية من الفول الصويا كنت نقعاه شوية ومصفيه خالص، وده بيزود المقدار معانا. وبصلة كبيرة مفرومة وبرده مصفية من ميتها، وحزمة من البقدونس واخدة الورق بتاعها. والبهارات هنا انا كاتبه لكم على الشاشة، دي بهارات الكفتة انا عاملاها في البيت، ولكن لو مش متوفرة كل البهارات هاتوا بهارات جاهزة بتاعة الكفتة، حطوا معلقتين كبار. فرمتها في الكبه، وهاخد بقى ميه البصل وببتدي ان انا اعمل كور. وطبعا لو حابين تعملوا صوابع صغيره بتعملوا الصوابع لو حابينها. تعالوا بقى في صينيه على النار، هنزل بشويه من الزيت واحط الكفته بتاعتي كلها، اديها بس صدمه، واول ما تاخد صدمه من تحت ابتدي اقلب فيها، ما تقلبوش فيها وهي عجينه عشان ما تفكش منكم. وبعد ما بتستوي مننا الكفته بنرفعها بقى كده في طبق على جنب، والدهون اللي نزلتها بنزل عليها ببصله كبيره متقطعه مكعبات، يا دوبك يعني تدبل مننا كده تاخد لون. بنزل بمعلقه صغيره من معجون الثوم او الثوم المفروم، وبعد كده بنزل عليها ب كيلو الا ربع كده من الطماطم، عصير الطماطم الفريش. وبعد كده بسيبها تاخد غلوه. هنيجي هنا بقى في صينيه او في طاسه على النار، بنزل كده بشويه من السمن او الزيت لو حابين، وبنزل بالبطاطس بتاعتي هنا مقطعاها مكعبات تخينه شويه، وبديها بس صدمه تاخد لون، ولكن ما بتاخدش سوا كامل، يعني تشويحه كده بس. يفضل لو عملت البطاطس في السمن بتبقى افضل في الطعم في الاخر. وبحط كده المقدار حبه بحبه تاخد لون. الطماطم غليت معايا، وبعد كده بحط شويه من الكمون والفلفل الاسود. بعد كله ما بيخلص بنبتدي نظبط الصينيه، نحط بقى البطاطس بتاعتنا والكفته. كل دوت انا سايباله زي ربع تسويه، سواء الكفته او البطاطس عشان لسه تخش الفرن. وبحط قرن فلفل سبايسي، وانزل بقى بصلصه الطماطم. والصلصه هنا عشان خلاص كانت خدت غلوه، حطيت شويه ميه كده زودتها تخش الفرن نص ساعه. الرف اللي تحت خالص كده فرن عالي، يا دوبك تتشرب من بعضيها، وتاخدوا احلى صينيه كفته داود باشا. بجد جميله جدا، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. متنسوش بقى لو عجبتكم الطريقه تعملوا لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.